تطبيق التشابه في الدايرة، واداني 3 اشكال. والله التلاتة ابسط من البساطة. اول شكل لو وترين متقاطعين داخل دايرة، تاني شكل لو وترين متقاطعين خارج الدايرة، تالت شكل لو تقاطع وتر ومماس. الخلاصة في ده كله عندك 3 علاقات. العلاقة الاولى لو هما متقاطعين جوه تبقى الاجزاء متناسبة، ج ه في ه د بتساوي أ ه في ه ب. طب لو متقاطعين براه، صغير في كبير هيساوي صغير في كبير، يعني ه ج في ه د هتساوي ه أ في ه ب. طب لو مماس، قال لك المماس تربيع هيساوي الصغير في الكبير من الوتر اللي هو متقاطع معاه في الخارج. دخل بعدها في نظريه تاليس اللي كانت بتقول لك اذا قطع مستقيمان عده مستقيمات متوازيه فان الاجزاء الناتجه متناسبه. يعني ايه؟ ا س بيوازي ب، ص بيساوي ج، ع بيساوي د ل، وقطعهم مستقيمين يطلع عن الاجزاء الناتجه متناسبه. يعني ايه الناتجه متناسبه؟ ا ب بيتناسب مع ا وش س ص، وب ج بيتناسب مع ص ع، وج د بيتناسب مع ع د. يعني ايه؟ يعني ا ب على س ص هيساوي ب ج على ص ع هيساوي ج د على ع ل. هي دي يا باشا نظريه تاليس. طب دخلك على طول في نظريه تاليس الخاصه بقى. اللي فاتت كانت العامه، دي الخاصه، دي نتيجه لنظريه تاليس. بيقول لك يا سيدي ان لو تاليس موجوده عاديه زي ما هي اهي، لو الاجزاء على جانب من جانبي المستقيم متساويه، اذا الاجزاء على الجانب الاخر متساويه. يعني عندي لو ا ب بيساوي ب ج بيساوي ج د، يطلع عندي س ص بيساوي ص ع بيساوي ع ل. وهي دي نظرية تاليس الخاصة واللي هتحل لك مشاكل كتير. دخلنا على آخر درس عندك اللي هو منصفة الزاوية والأجزاء المتناسبة. يعني إيه منصفة الزاوية دي؟ قال لك يا سيدي الزاوية عندي لها 2 منصفين، منصف داخلي ومنصف خارجي، وكل واحد فيهم ليه قانون. القانونين بيختلفوا في طراطيش بسيطة جدا. قال لك أول حاجة لو المنصف داخلي، المنصف الداخلي ده هينزل على القاعدة تحت، هينتج عنه جزئين. الجزئين دول بيتناسبوا مع الضلعين الاخرين اللي على جانبي الزاويه اللي اتنصفت. يعني ا ب على ا ج هيساوي ب د على ب ج. وايه تاني؟ ا د اللي انا عايز اجيبه ده اللي سقط من النص هيساوي الجذر التربيعي حاصل ضرب الضلعين ناقص حاصل ضرب الجزئين. يعني ا ب في ا ج ناقص ب د في ب ج. طب ده لو من جوه. طب لو من بره، لو من بره الموضوع بيحتاج سنس شويه. قال لك يا سيدي نفس الكلام الاول في حته ايه؟ الاجزاء المتناسبه. ا ب على ا ج هيساوي ب د على ج د، ده خلاص صحيح احنا عارفينه. طب ا د قال لك هيساوي الجذر التربيعي لحاصل ضرب الجزئين ناقص حاصل ضرب الضلعين. هما فين الجزئين هنا؟ قال لك الجزئين هما د ج وب د. طب والضلعين ا ج وأ ب.